هو الآن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وأعطاه رئتين وكليتين ورجلين ويدين وعينين ولسان وشفتين وأذنين، كل هذه ما ينظر لها الله سبحانه وتعالى محط النظر الذي يقيمك فيه، وإلا الله ما يخفى عليه شيء. محط تقييمك أنت ليس على كفاءة رئتيك، كم نسبة الهواء وكم ملي تدخل من الهواء، ولا كم نسبة تغسيل الكلى عندك، ولا كم كيلو يمشي رجلك، لا. قال الله إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى صوركم، وفي رواية ولا إلى أموالكم، كم عندك رصيد في البنك، هذا ما ينظر له إلا هذول الناس ينظرون له، لكن اللي خلقك ينظر لمكان واحد. إيش يا شيخ اللي يقومني أصلي الفجر؟ إيش اللي يقومك تصلي الفجر؟ ما هي ترى يد زايدة عند اللي يصلون الفجر، قلب. هو هذا القلب، قضية القلوب يا شيخ. الآن يموت عندنا أحيانا أناس والله، وفي مواقف مستحيل أنساها، مثل قضية لما الله يغفر ويرحمها، طفلة صغيرة، أنا إن كان الوقت يسمح نذكر قصتها بسرعة. في العناية المركزة في عناية الأطفال توقف قلبها، سوينا لها إنعاش 40 دقيقة أو 45 دقيقة. إنعاش قلبي، القلب واقف. أنت لما تضغط على الصدر إيش قاعد تسوي؟ أنت تضغط على القلب عشان يضخ شوي من الدم. وأحسن إنعاش، شوف الرجل فوق البنت يضغط عليها، أحسن إنعاش من أحسن واحد محترف في الطب ما يساوي 20% من ضخة القلب من جوا إذا تولاه الله. يعني الآن ما يحتاج أحد يضغط عليك، بس نبضة واحدة توصل الدم للكل. تعرف الضغطة هذه اللي على صدرك وين توصل الدم؟ فقط للمخ، وقليل منها يروح للرئة. 20% من شيخ عشان كذا تشوف اللي متوقف قلبه لو نحن نسوي له انعاش تشوف جسمه كله أزرق. الشاهد نسوي لها انعاش وأنا طالع الأم والأب كيف وضعهم، سبحان الله. كل شوي الأب يذكر الأم، يقول يا أم فلان يا أم لمي لا تنسين. احنا ما ندري ايش قاعد يتكلم عنه، وينعش وكل شوي يطلع يفتح ستاره ويشوف. زرق البنت، بشر تولوها، أول كان الله متوليها. فما صار شيء. بعد 45 دقيقة فلان عظم الله أجرك وابشر بالخير واصبر واحتسب. والله الذي لا إله إلا هو، أول شيء سواه سجد لله شكر، الله أكبر، وقاعد يقول يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد. وبدأ يتكلم وإحنا نسمع، يقول يا ربي لك الحمد، 8 سنوات وأنت متعنا فيها وإحنا ما لنا شيء، الأمر كله لك، أنت اللي أعطتنا. لو شئت يا رب ما أعطتناها، لو شئت كان حرمتنا من الذرية. يا رب أنت أعطتنا بنت وعندنا في البيت 5 بنات، يا ربي كلهم من فضلك، لو شئت أخذت 4 وخليت واحدة. كان يقول كلام عجيب. شوي إلا ارتفع قال يا أم فلانة ما سجدتي إلا الحرمة وراه تسجد. والله يا شيخ جاء واحد من أخويانا من أصحابنا يقول أنا عمري، يقول للأب، يقول أنا اشتغلت 13 سنة في مركز القلب، يقول شفت عالم كبار ويموت لشايب عمره 100 سنة، يعني أصلا هو خلاص يعني الله المستعان عمر. يقول فيتجزعون كل بالله أنت بنت في عمر الزهور كيف؟ قال يا أخي هذه البنت من وين جت؟ يقول إحنا يعني جبناها؟ كان نزعل. يقول هو أعطانا إياها بدون شيء 8 سنوات تمتعنا معها، الآن في لحظة واحدة ننسى نعمة الله 8 سنوات كلها؟ يقول وأنا قاعد أقول لها لا تنسين. فقلت أنا إيش معنى لا تنسين؟ قال أقول لها لا تنسين إن الله سبحانه وتعالى الآن يسمع والروح تطلع. يقول ماذا قال؟ الله يقول لا تنسين. هذا كله بالقلب، كله باليقين، كله هذا الكلام. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول أقول لا تنسين، لأن الملائكة ترى تطلع الحين وبيسألهم ربي يقول إيش قالوا؟ فيا تنسين قولي الحمد لله إنا لله وإنا راجعون. قالوا ماذا قال؟ فقال فيسأل الله الملائكة ماذا قال عبدي أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قطعة قلبك أخذتوها؟ إيه. قال ماذا قال؟ قالوا حمدك. قال يا رب لك واسترجع. هذا نشهد عند الله أن سجد لله شكر. قال فابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فيقول لزوجته ابشري والله إن وعد الله حق وإن البيت بني الآن. الله. إيش هذا اللي فيه؟ عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا أكد الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إيش يثبتني وإياك؟ ما يثبتني وإياك إن عندنا مال. تعال عند واحد عنده مليار وقول له ولدك مات، يطلع المليار يقول يا ما أبغى المليار أبغى ولدي.